السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا احلى اخوات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي افضل حال. شايفين بقى شوارع المدينة عندنا حلوة ازاي ونضيفة؟ اللهم بارك. ربنا يا رب يجعل بلادنا كلها في خير وامن وامان، قادر كريم يا رب. وحشتوني من الفيديو اللي فات لفيديو النهاردة، ودي أمانة. وبشكركم بجد على دعمكم ليا، ربنا يكرمكم من واسع فضله، ربنا يرضيكم ويرضيكم ويرضى عنكم، قادر كريم. النهاردة بقى فيديو جديد وروتين جديد وشمس يوم جديدة، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف احنا هنعمل ايه. خلوني بقى قبل ما هبدأ هقول ايه. هقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا واسع الفضل والعطاء، ارزقنا يا رب العالمين رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وافتح لينا يا رب أبواب الخير من حيث لا نحتسب. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك، وبارك لنا يا رب العالمين في أرزاقنا وفي أوقاتنا وفي أهلنا وفي ولادنا يا رب، قادر كريم. اللهم ارزقنا البركة في كل ما أعطيتنا يا رب، قادر كريم. واجعل يا رب القليل في ايدينا كتير ببركتك انت يا رب، وانزع يا رب العالمين من قلوبنا كل هم وضيق وحزن، واملأ يا رب قلوبنا باليقين والرضا والطمأنينة. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا يا رب في كل خطوة توفيق، وفي كل أمر تيسير، وفي كل دعاء يا رب العالمين إجابة. اللهم أنزل علينا سكينتك وألبسنا ثوب العافية، واشفنا واشف مرضى العالمين، واحفظنا يا رب بعينك التي لا تنام، واجعل يا رب أيامنا كلها عامرة بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا من واسع فضلك، وبارك لنا يا رب العالمين فيما رزقتنا، واجعل يا رب الخير رفيق كل دروبنا، قادر كريم يا رب العالمين. اللهم آمين آمين آمين. بصوا بقى، انا بدعي لكم من قلبي وحياة ربنا، ربنا يتقبل مني، قادر كريم. انا خدتكم جولة كده معايا، نزلت اشتريت الفطار، ونزلت جبت العيش. اللي متابع ام مازن من زمان عارف ان انا بجيب العيش تقريبا كل 4 ايام او مرة في الاسبوع، بس بجيبه وبشيله في الفريزر. شايفين رغيف العيش جاي عامل ازاي يا بنات؟ شايفين الجمال؟ حاجة كده ما شاء الله. العيش طالع من الفرنة، والله العظيم يا بنات يتاكل حيف. انا طبعا الفرنة مش قريبة عليا، انا رحت لها مشوار زي ما انتوا شايفين كده، والعربية عملتها معانا وكانت محتاجة تتمون، ورحنا بصوا لازم اي حاجة، لازم اي عطلة، بس الحمد لله ان جت على قد كده. المهم عملنا ايه بقى؟ جبت العيش وجبت الفطار كمان معايا يا بنات. كنت جايبه عيش شامي وجايبه عيش بلدي. بصوا الحاجه جايه من الفرن طازه، والله ريحه الخبيث في الفرن جميله. ربنا يا رب يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. بدات بقى ان انا ارصه. انا عايزه اقول لكم ان انا ليه بستفه كده وبرصه كده وبحطه في شنطه نظيفه واطلع الهواء منه، عشان لما بشيله في الفريزر واجي استخدمه يا بنات، والله العظيم بنزل الرغيف واحطه في الفرن كانه لسه جايباه من المخبز، ولا كانه نازل من الفريزر اصلا، كانك لسه جايباه من المخبز. عشان كده برصه رصه حلوه، ما بخليش اي رغيف متني ولا حاجه. افردي كده الرغيف وسمي بسم الله، ورصي حاجتك بنظافه كده وجمال، هتقعد معاكي تنزليها تسخنيها في الفرن كانك لسه جايباها من المخبز. والله العظيم يا بنات زي ما بقول لكم كده، انا على فكره الطريقه دي بقالي سنين بعملها، مش جديده عليا. بنزله على الفرن كانك لسه شارياه على طول، ماشي، في فرن البوتاجاز. عايزه تسيبيه شويه على الرخامه وبعدين تقمريه على النار، مفيش ادنى مشكله، بيطلع برضو زي الفل وحياه ربنا. المهم عملت ايه؟ ربطته زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعد ما جبت العيش عديت على الفرجاني، جبت بقى من هناك ايه، جبت بصل مخلل وزيتون مخلل وليمون ولانشون وجبنه. بصوا جبت شويه حاجات. انا عايزه اقول لكم ان ملايه الاكل بعد ما حطيتها اكتشفت ان هي عايزه تتغسل. دي ملايه الاكل يا بنات، بفرشها بنحطها عشان لو حد من الولاد وقع حاجه اشيلها انفضها على طول وتبقى الدنيا نظيفه. فاهمين قصدي؟ بتحافظ على الارض. بصوا بقى جبت معايا ايه، جبت لانشون وجبت جبنه. والله العظيم يا بنات اللي عنده الفرجاني ده وليه فروع. الفرجاني اسعاره حلوه قوي وحياه ربنا، اسعاره جميله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بدات احط بقى للي عايز عيش شامي، بسم الله الرحمن الرحيم. بدات ارص كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا انا بوريكم العيش، بصوا انا بفتح كده بوريكم العيش. بصوا بقى حطيت طبق فول، بصوا الجمال بقى. بصوا انا هحط ايه، انا عملت صينيه فطار، والله يا ريتكم معايا. انا جايبه بقى ده المخللات اللي انا جايباها من عند الفرجاني، دي قشطه، سيبيها على جنب، دي قشطه عشان انا جايبه حلاوه.
وسلموا لي على السكر ماشي. وده لانشون ماشي. والله العظيم كان الحاجات كلها في الفرجاني عليها عروض. وده طبق جبنه، انا هقطع بس انا بوريكم اللي انا جبته، انما انا لسه انا هغرف، انا كده ما غرفتش. بصوا بقى، ده الليمون، وده البصل، وده بطاطس، وده طبق الفول. بصوا بقى انا عامله حاجات حلوه قوي، بس انا كانت الكاميرا عاليه فمش عارفه اوطي، فاهمين قصدي؟ اعذروني في دي. جايبه بقى ايه من الفرجاني؟ جايبه ليمون مخلل وبصل مخلل وزيتون واللي هو القرنبيط المخلل. على فكره المخلل بتاعه ملحه خفيف جدا، يعني انا جربت مخللات كتيره بتبقى حادقه سيكه، انما ده مظبوط. بصوا بقى جايبه الفلفل الاحمر، ده حلو قوي يا بنات، ده مش حراق، الفلفل الاحمر ده مش حراق. والخيار بلدي، الخيار بفضل الله نزل بقى ب20 جنيه، كان بحاجه و30 بقى ب20 دلوقتي. يا رب يجعل ايامنا كلها حلوه يا رب يا بنات. بصوا انا حاطه صينيه فطار ايه، عظم. ودي بقى طماطم مخلله. بصوا الصينيه انتوا هتشوفوها لسه هبهركم. وجبت قشطه وجبت حلاوه، ودي طعميه اهي ماشي. وده خيار، بصوا الجمال. واللي في ايدي ده طبق بتنجان. يا سلام يا سلام يا ريتكم معايا، والله العظيم يا بنات يا ريتكم معايا. بصوا عملت صينيه فطار بقى معتبره خطيره، وبألف هنا وشفا يا بنات. بعد كده بقى طبعا قعدت انضف بقى في البيت واظبط الدنيا وكده. بس بقى عملت معاكم بقى دي طريقه اول مره اعملها معاكم. الطريقه دي انا بعمل معاكم كفته كتير في القناه، بس الطريقه دي بقى طريقه مين؟ طريقه حماتي ربنا يرحمها ويحسن اليها، الف رحمه ونور عليها حماتي. بصوا بقى والله العظيم كنا بناخد منها صينيه كفته تعملها لنا جنب الرقاق، او رقاق باللحمه المفرومه، او الجلاش، او جنب مكرونه. والله العظيم اكلها حلو قوي، الله يرحمها، الله يرحمها ويا رب يكرمها زي ما اكرمتنا. حماتي وامي وحمايه واختي وموتى العالمين كلهم ربنا يرحمهم قادر كريم. بصوا بقى انا حطيت ايه، بصوا التوابل بتاعتي دي: معلقه كبيره دقيق، معلقه نشا، بشرة جوز الطيب، فلفل اسمر، 7 بهارات لحمه خلاص، ومعلقه بيكنج باودر. وبعدين معايا بصلايه مفرومه، ومعايا حبه بقدونس كده قد نص كوبايه بقدونس، والمفروم ده يبقى نص كيلو ماشي. وبصلايه حلوه كده وسط ماشي. بشرت البصله ونزلت عليها على اللحمه، وبعدين نزلت بالبقدونس، وبعدين قمت نازله بايه، نازله بالتوابل بقى اللي انتوا شايفينها دي. انا عايزه اقول لكم ان على طول انا بعمل الكفته معاكم فين، في فين، في الكبه ماشي. المره دي بقى انا ما حطيتهاش في الكبه خالص، لان حماتي الله يرحمها ما كانتش بتحط في كبه ولا حاجه، هي كانت بتعمل بايديها وكان الاكل زي العسل. والله العظيم وحياة ربنا يا بنات كانت ايام البركه والجمال. كنا نبقى طالعين عندها وشامين ريحه الاكل من اول دور، هي في اخر دور. كنا نبقى طالعين اول ما دخلنا العماره نشم ريحه الاكل بتاعها. يا رب يرحمك يا حماتي، يا رب انت وحمايه وامي واختي واموات المسلمين اجمعين، يا رب يرحمهم جميعا يا رب ويكرمهم زي ما كرمونا. بصوا بقى صينيه الكفته بعد ما خلصت، شايفين الجمال؟ حاجه كده فاخر من الاخر، والله كانت بتعملها بنفس الشكل كده. وفي حاجه بقى هي كانت بتسويها على النار، انا سويتها برضو على النار يا بنات، يعني انا برضو سويتها على النار. بصوا بقى خلاص سبتها بقى، قلت ايه قرب الغدا هعملها. ودخلت بقى كنت حاطه غسيل على المنشر، وبدات بقى ان انا الم واخش ايه اطبقه. انا عايزاكي ما تكسليش، اول ما تلمي الغسيل قومي على طول طبقيه، عشان انت لو حطيتيه في الطبق بتاع الغسيل مش هتقومي والغسيل هيتكسر وهيكمكم وهيبقى حلو حيل. فانت اول باول كده وانت شطوره وجميله كده، الغسيل اللي تجيبيه من على المنشر في ساعتها طبقيه وقومي رصي، هتلاقي كل ده خف من عليكي. والله العظيم جربي كده ان انت تشيليه وتطبقيه في ساعتها، انما تقولي طب هعمل حاجه وارجع اطبقه، مش هيتطبق خلاص، لان هيطلع لك 100 حاجه. احنا اصلا ما بنريحش، ربنا يعيننا ويقوينا. والله العظيم يا بنات ما بنريح، ربنا يعيننا يا رب ويصلح حالنا جميعا. فانا لميته بقى من على الحبل، قلت قبل ما اولع على الاكل انا كده خلاص جهزت الاكل بتاعي وصبعت الكفته. انا عامله لكم مفاجاه اصلا، هقول لكم احنا هناخد الكفته دي وهنعمل فيها ايه دلوقتي، بس اصبروا عليا. والله كانت مفاجاه حلوه، يعني انا ايه قلت اغير الروتين مع الولاد وايه واخرجهم من الضغط النفسي اللي احنا فيه ده ماشي. كان كده شهد ايه، احنا طبعا بنمتحن، بس شهد كان اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، كان ايه بين الماده دي والماده اللي جايه 4 ايام. فانا قلت ايه اكسر الروتين وايه واغير جو. فشوفوا بقى انا عملت ايه، يعني انا برضو ايه هقول لكم دلوقتي، عامله لكم مفاجاه. بس لما اطبق الغسيل اللي في ايديا اللي ما بيخلصش دوت، غسيل ما بيخلص، ربنا يزيد ويبارك يا رب قادر كريم يا بنات. بس والله العظيم انا عاده فيا بلمه من على الحبل واطبق على طول.
اكتبي لي بقى لو انت زي كده ولا بتركنيه قولي. وما تنسيش اختكم ام مازن في لايك واشتراك في القناه، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية ان ربنا ايه يوفقنا جميعا ويكشف يا رب الغمة عننا وييسر امورنا ويصلح حالنا يا رب، اللهم امين. المهم يا بنات طبقت بقى معاكم الغسيل ودخلت على ولادي، وما كانوش يعرفوا طبعا انا كنت عامله الاكل ومش قايله لهم ايه اللي هيتم فيه. يا ماما انت هتسوي كفته دلوقتي؟ قلت لهم لا شويه. قلت ايه، انا معوده نفسي يا بنات قبل ما انزل من باب الشقه لازم اكون مظبطه الشقه كلها. ما ينفعش انزل وفي حاجه منكوشه. ليه؟ ممكن اقابل اي حد من قرايبنا، اخويا، اخت ابو مازن، اي حد ممكن يكون جاي معايا يفاجئوني. فاهمين قصدي؟ لا يبقى انا ايه اللي يخش شقتي زي ما هم متعودين مني يلقوها نظيفه. فدايما ايه قلت والله ما اقول لهم الا لما استف كل حاجه واروق كل حاجه، علشان ايه لما اخلص اجي الاقي الدنيا نظيفه. ما احبش ابدا انزل واسيب الشقه بتاعتي مبهدله والله العظيم. قدري مثلا قابلت جاره على السلم وقالت لي مثلا ايه ده انا كنت عايزاكي ولا كنت جايه لك افتح الشقه كده وانا ايه بقلب جامد كده ان شقتي نظيفه. انتوا فاهمين قصدي؟ على رأي ماما الله يرحمها كانت دايما تقول لي ايه، اكنس البيت ورشه ما تعرفش مين هيخشه. والله العظيم كانت ماما الله يرحمها تقول لي المثل ده على طول، اكنس البيت ورشه ما تعرفش مين هيخشه. مش عارفه انتوا عارفين المثل ده ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني نظفي البيت وظبطيه، ممكن اي حد يجيلك على يعني على غفله. فاهماني؟ هتقول لو النبي استنى خليك بره لما اسوي الريسبشن، ولا استنى بس خليك بره اما اخد ثبت الغسيل ده طبقه، ولا اصبر طبعا ما اعمل الطبقين اللي في الحوض، ولا انضف الحمام عشان لو حد دخل الحمام. لا، يبقى لازم شقتي جاهزه 24 ساعه لاستقبال اي حد على غفله. انا بقى طالعه كده زي ما ماما عودتني ومطلعه عيالي كده، ربنا يا رب يهديهم ويوفقهم ويصلح حالهم قدر كريم يا رب. فاهميني؟ لما بتكون الدنيا نظيفه بيكون الواحد نفسيته حلوه، بتكون الواحد نفسيته مرتاح. فانا زي ما اتعودت طلعتهم، اكنس البيت ورشه ما تعرفش مين هيخش. والله العظيم الله يرحمك يا امي ويحسن اليك، كان على طول في بقها المثل ده. نيجي رايحين مثلا عند تيتا، ولا رايحين عند جده، ولا رايحين مثلا عند عمته او خالته او اي مكان بقى، تقول لنا لا قبل ما هننزل هنروق الشقه. والله العظيم نروق الشقه ونلمعها وكل حاجه، لدرجه ان احنا كنا بعد ما نخلص مسحنا ونحط السجاد، مثلا السجاد نضيف، تقول لنا ماما ايه كنا نجيب فرشه وعليها نقطتين كلوراكس ونقوم ايه ملمعينه بالفرشه بعد ما نفضناه وفرشناه من كتر النظافه. الله يرحمها ويحسن اليها والله. مسكت بقى خلاص، خلصت اللي ورايا كله كده، انا جاهزه على الفسحه الحلوه اللي انا عملتها لاولادي. بس ما قلت لهمش، يعني انا كده واقفه بسوي هم في اعتقادهم ان هم ايه ان احنا هناكل هنا. بصوا بقى انا عملت ايه. مسكت الكفته زي ما حماتي الله يرحمها ويحسن اليها كانت بتعملها، سويتها على البوتاجاز من فوق. انا برضو سويتها على البوتاجاز من فوق يا بنات كده، وبعد كده ولعت على العين اللي جوه بقى على فحميه زي ما انتم شايفين كده، وسعت لها. بصوا بقى وهبدا انزل بالفحم. شوفي بقى الجمال بقى. دي اكلة حماتي الله يرحمها ويحسن اليه. ومحمره طاسه بطاطس كبيره كده، وقطعت طماطم وخدت ولادي وطلعت على الجنينه. والله العظيم يا بنات خدت ولادي وطلعنا كنا في الجنينه، كان يوم جميل. اتغدينا بره في الجنينه، خدت الكولمن وحطيت فيه الميه الساقعه، وبدات بقى ان انا افرش. العيال مش مصدقين، بجد يا ماما بجد يا ماما؟ قلت لهم اه. وطبعا لفيت صينيه الكفته وعليها البطاطس وقطعت طبق طماطم. بصوا الجمال، لازم ادوقها. بصوا جمال الكفته. وعملنا بقى ايه، وجبت عيش طازه وانا ماشيه. وده كان فيديو النهارده.